النهارده هنقول لكم خبر حلو كلكم من زمان بتستنوه. احنا دلوقتي واقفين قريب من مدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات على كوبري المزلقان اللي مواجه لمحطة مياه طلخ. زي ما انتم شايفين مية الترعة نقصت وتقريبا الري قفل المية. الخبر الحلو ان الري قفل المية استعدادا وتحضيرا لان كوبري معلق خلاص آن الأوان إن احنا نودعه. الكوبري ده خلاص زمنه انتهى وهيتم إحلاله وتجديده وبناء كوبري جديد. المفاجأة بقى إن أنا معايا الحاج منتصر المقاول المسؤول عن بناء أو إحلال وتجديد الكوبري. ازيك يا حاج منتصر؟ وبنزف خبر حلو، احنا معانا الفيديو ونقول ارفع كده الحمد لله على سلامة الشنطة المعلن غيابها رجعت الحمد لله. حاج منتصر انت واخد الكوبري ده ومعاه تقريبا في كوبريين تانيين. ايوه تمام. علي صوتك والنبي. معاك كوبري كيلو 51 اللي هو احنا حاليا عليه، ده اسمه كوبري 51 اللي هو وكوبري جوجر، كوبري جوجر و100 نابت و100 نابت. طيب عايزين نطمن الناس، العمل هيبدأ امتى يا حاج منتصر؟ العمل ان شاء الله هيبدأ يوم السبت باذن الله. هتعمل ايه يوم السبت؟ واحنا نشتغل هنعمل في حاجات مش مطلوبه مننا بس احنا ان شاء الله هنعملها طريق للناس تعدي عليه كده. هتعمل طريق هنا كده من ايه؟ من عند الشجره كده وهيعدي. هشرح للناس الطريق من عند الشجره كده. هيبقى في طريق للمشاة، هيبقى في طريق للمشاة. طبعا العربيات هتتوقف للعبور على الكوبري. حاج منتصر مده العمل هتكون قد ايه؟ الرخصه بسنه وان شاء الله نحاول نخلص في 4 شهور. الرخصة سنة وانت هتحاول تخلص خلال 4 شهور ان شاء الله. تقريبا في مواصفات الكوبري اللي هيتعمل في مواصفات له بعرض كذا بطول كذا. هيبقى 14 متر وهنحفر عمق في القاع متر في القاع، وهيبقى نظام حديث جدا يعني. وهيبقى في فاصل من هيبقى طريق رايح جاي والعرض 14 متر. يعني العرض اللي احنا شايفينه ده تقريبا ده 10 متر او 8 متر. هيبقى فيه توسعة، هيبقى حوالي كام؟ هيبقى قد كده مرتين. حاج منتصر الكوبري ده حيوي جدا وعصب البلد. الفترة اللي هيتقفل فيها هيبقى فيه معاناة جامدة، لكن طبعا الناس هتتحمل مقابل الشغل الجديد اللي هيتعمل ان شاء الله. احنا بس بنقول لك شد حيلك ان شاء الله، نكون عند حسن ظنكم ونثبت لكم جدية العمل معاكم وان شاء الله، وربنا يسهل لنا الحال ان شاء الله. ربنا يبارك لك، وانا بشكر كل من له جهد في اقامة هذا العمل. وهنعدي بس الناحية التانية معايا كده يا حاج منتصر. بصوا بنودع الكوبري. طبعا كل المناظر دي خلاص آن الأوان إن هي تنتهي من حياتنا مع كوبري نموذجي، كوبري جديد يحل المشاكل ويبقى يليق بمدينة زي مدينة طلخة. الحاج منتصر معايا اهوت، بوصيك على طلخة وبقول لك أنا شخصيا أشكرك وأشكر حضرتك وأشكر على رأس نبروه وعلى رأس طلخة النائب سيد الخضر اللي هو يعني شال لنا جميع العقبات اللي كانت موقفانا. احنا بقالنا 3 سنين بنطلع في الرخصة. بقالك 3 سنين العطا راسي عليك وبتطلع في الرخصة. والسيادة النائب السيد الخضر هو بصراحة جنب أكتر من اللازم يعني. دي مش دعاية انتخابية يا جماعة، لكن احنا المفروض نقول كلمة حق. الراجل من نفسه اقول مقاول اللي رسى عليه العمل هو اللي بيتكلم. انا مش من الدايره خالص، انا من محافظه سوهاج. تمام جايين عشان نخدم يعني نخدم العمل هنا. انا على فكره انا كنت جاي يا جماعه اصور الكوبري بعد ما المعلومه وصلتني، وحبيت اطمن على الشنطه اللي احنا اتكلمنا عليها، وتقابلت مع الحاج منتصر مصادفه. انا معيش تليفونه لحد دلوقتي واول مره اشوفه هو واخوه. الراجل قابلته قال لي هو جاي في السكه، قعدت شويه هو جه وانا موجود. انا بشكرك وربنا يقويك وتعمل لنا حاجه حلوه، وبوري الناس الطريق اللي احنا تعذبنا منه، الطريق اللي هو يعني عامل زي مرتفعات الجولان. شوفوا مرتفعات الجولان دي هتودعوها بقى. عربيات اتبهدلت كتير سنوات طويلة كنا بننادي بالكوبري ده يتعمل، فخلاص آن الأوان إن احنا نبدأ عهد جديد وربنا يوفق الجميع.